السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. النهارده هنعمل معاكم مكرونة بالوايت صوص بالصدق. مقاديرها موجودة في البيت وحاجات سهلة، والواحد زهق من الاكل بقى، قلنا نعمل حاجة بسيطة كده. دلوقتي انا جبت المية حطيتها غليت وحطيت فيها هي المكرونة زي ما انتم شايفين. ودلوقتي جبت طاسة على النار ومقطعه طماطمايه وفلفل رومي كده، وهحطهم كده في الزيت. حط معلقه زيت وهنزل بقى ايه بيهم كده، هخليهم يتبلوا كده مع بعض واقول لكم هنعمل ايه. دلوقتي اهي اتبلت معانا وقطعت الصدوق زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى ايه انزل بيه وهقلبه بقى ايه كله مع بعض. قلب قلب قلب، يلا يا معلم، ايوه كده. هجيب بقى البهارات بتاعتنا اللي هحطها عليه كده. خلاص هنزل بقى بالتوابل بتاعتنا: الملح، فلفل اسمر، كمون، حبه شطه صغيرين، وتوابل 7 بهارات او اي توابل بقى موجوده عندك. وهقلب بقى كده. الريحه ما اقولكمش على الريحه، ريحه تجنن. الله الله على الجمال. هروح بقى ايه اشوف المكرونه، اشوف استوت ولا لسه. دلوقتي المكرونه بتاعتنا زي ما انتم شايفين اتسلقت اهي، بس سخنه بقى. هنشطفها كده. دلوقتي بقى ايه هعمل لها البشاميل او الصوص الابيض اللي هحطه عليها. حطيت معلقتين زبده زي ما انتم شايفين ومعلقه زيت كده. دلوقتي بقى ايه هحط 3 معالق دقيق. هقلب بقى كده. انا دلوقتي خلصت المكرونه زي ما انتم شايفين اهيت، وخلصت الصدوق. دلوقتي بقى ايه نعمل البشاميل اللي هيتحط على وشها والصوص الابيض. دلوقتي بقى ايه هنزل باللبن بتاعنا. حطيت بقى ايه معلقه فلفل اسمر كده. هقلب بقى. وهحط بردك معلقه ملح، وهبتدي اقلبه بقى لحد ما ايه يدينا السمك بتاعنا اللي احنا عايزينه. خلي النار شويه. الصوص بتاعنا خلاص بقى جاهز اهوت. دلوقتي بقى ايه هجيب البايركس بتاعنا وابتدي بقى ايه احط في القعر البايركس حبه صوص، وهبتدي ايه انزل بقى بالمكرونه. نزلت بالمكرونه هي زي ما انتم شايفين. هنزل بقى ايه بالصوص بقى بتاعنا كله عليها. ماشي كده. قلبنا كل الصوص فيها زي ما انتم شايفين كده اهيت. دلوقتي بقى ايه هجيب الصدوق بتاعنا. بعد ما قلبتها خالص كده رحت جايبه بقى ايه، كان عندي شيدر في التلاجة، رحت جايه على الوش كده وحاطه شويه. انا بردك حطيت شويه في البشاميل وانا بعمله، حطيت شويه شيدر وحطيت شويه موتزاريلا. ودلوقتي وادي الموتزاريلا اهيت. هبتدي بقى ايه احط الباقي على الوش كده.
وكده بقى حطيت عليها موتزاريلا وحطيت عليها الشيدر، وحطيت ايه شويه زيتون بردك عندي كده ايه، رحت جايه حطهم على الوش، وهاخدها بقى ايه وادخل بيها على الفرن كده اهوت. رحت جايه ايه حطاها في الفرن على درجه حراره 180 زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هاخدها واطلع بيها بقى ايه احطها في الشوايه تاخد وش حلو كده ونطلعها مع بعض. وكده المكرونه بتاعتنا هي خلصت زي ما انتم شايفين اهيت. بصوا بصوا الجمال اهيت. وعملنا جنبها بقى الفراخ المشويه ديت. ويا رب يكون الفيديو سهل وعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.